السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ساره عبد العاطي، وهنعمل النهارده وصفه كيكه بارده. الصيف بيحب الحاجات الساقعه والبارده. هنعمل وصفات كتيره جدا ان شاء الله مع بعض. كيكه الجيلي من اهم الوصفات اللي انا بحب اعملها في الصيف، بتبقى ساقعه كده ورطبه وجميله في الحر اللي احنا فيه ده. هنعملها ان شاء الله بطريقه سهله، واقولك على كل التريكات والحركات اللي هيخليها تطلع معاكي ناجحه وتحفه من اول مره. طبعا يا جماعه الشكل بيتكلم، الطبقات متماسكه، والكيكه طعمها تحفه تحفه ان شاء الله هتعجبكم جدا. اول حاجه هندخل مع بعض في المكونات. هنا كوبايه ونص من الدقيق، واربع حبات بيض بدرجه حراره الغرفه. لازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه يا جماعه، هيفرق في نتيجه الكيك. وعندي كوبايه من السكر، ومعلقه ونص صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الفانيليا. هنبدأ بقى مع بعض في تحضير الكيك. زي ما اتفقنا لازم البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة. اول حاجة هجيب بولة، وهمسك البيض بتاعي احطه في البولة دي، وهبدأ احط الفانيليا، وهضرب بالمضرب كويس جدا. انا بعملها عموما بالعجان، بس حبيت استخدم مضرب كهربائي علشان الناس اللي بتوفر معاها عجان هقول لها الخطوات بالتفصيل. هبدأ زي ما اتفقنا هضرب بالمضرب لحد ما البيض لونه يكون افتح، ضرب متواصل كده، ويعمل الفوم اللي احنا شايفينه ده حجمه يتضاعف. وهضيف بقى كوبايه السكر اللي معايا بالتدريج. كل ما ضفتها على مراحل اكتر، كل ما كان هيكون احسن في النتيجه النهائيه. يعني اضيف الكوبايه على 4 مرات، على 5 مرات، وابدا اضرب لحد اما زي ما انتم شايفين كده ضفتها على 4 مرات او 5 مرات، لحد اما شايفين لون البيض بقى لونه فاتح اكتر بكتير، وكمان الحجم بتاعه تضاعف. ده بيخلي نتيجة الكيك بتبقى تحفة يا جماعة. الخطوة دي بتخلي المسام بتاعته ضيقة، بتخليه هش، ولونه بيبقى فاتح من جوه جدا جدا. لو ما نوصل للقوام ده واللون ده نبطل ضرب زي ما احنا شايفين. وهنجيب بقى الدقيق بتاعي، كوبايه ونص دقيق، عليهم معلقه ونص صغيره بيكنج باودر. وفي المصفى هبدا ان انا برضو انخل الدقيق واحده واحده كده برضو بالتدريج زي ما انتم شايفين. هجيب معلقه تكون مسطحه بالشكل ده، خشب او سباتيولا اي حاجه، وهبدا اقلب الكيك بتاعي، البيض والسكر اللي انا ضربتهم مع الدقيق بالشكل ده من تحت لفوق بالراحه، بحركه خفيفه كده، علشان الفوم اللي انا عملته، الارتفاع اللي انا عملته مع البيض والسكر ما يهبطش معايا. بالراحه كده. وهبدا احط بقى الدقيق، كميه الدقيق اللي عندي كوبايه ونص، واحده واحده لحد اما تخلص كلها. طبعا يا جماعه ما ابدا اشتغل في الكيكه بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، ويكون سخن قبل ما ادخل الكيك. كده كل الدقيق معايا خلاص اختفى. وزي ما انتم شايفين قوام الكيكه حلو جدا جدا، ولسه لسه مرتفعه ومهبطتش ولا اي حاجه، محافظه على كل الهواء اللي كان جواها. الصينيه بتاعتي هدهنها خفيف زيت، وهحط بقى الكيكه بتاعتي فيها. خطوه مهمه جدا جدا يا جماعه، لازم نوزع الكيك كويس قوي قوي في الخطوه ديت في الصينيه، علشان الكيكه دي هي الطبقه اللي انا هبني عليها طبقه الكريمه وطبقه الجيلي. لازم تكون متساويه على قد ما اقدر، علشان الطبقات اللي فوق يطلعوا هما كمان متساويين، وتطلع كيكه ناجحه معايا. هخبطها كده خبطتين عشان اتاكد ان كل الكيكه بقت سوا واحد، وهدخلها الفرن. اول ما ادخل خله في نص الكيكه والاقيها طلعت نظيفه كده، تبقى الكيكه بتاعتي استوت. هطلعها واسيبها تبرد. هجهز بقى الكريم شانتيه. عندي هنا كوبايه من الكريم شانتيه الخام، خام يعني من غير سكر، وعندي ربع كوبايه من السكر، وعندي كمان كوبايه من الميه المثلجه. انا ده المفروض ان انا استخدم سكر بودره، بس لو انا ما عنديش سكر بودره مفيش اي مشكله خالص، استخدم السكر ده. وانا استخدمت السكر العادي عشان اسهل عليكم. لو ما عنديش سكر بودره ممكن استخدمه عادي خالص. هحط السكر مع الميه، ربع كوبايه سكر مع كوبايه الميه المثلجه، وهضربهم كويس بالمضرب لحد ما السكر بتاعي يدوب تماما. ممكن اضربه في الخلاط. وبعدين هجيب كوبايه الكريم شانتيه الخام يعني من غير سكر، وهضرب بقى الكريم شانتيه مع كوبايه الميه المثلجه، ومع ربع كوبايه السكر اللي انا دوبتها في الاول. مهم جدا ان كريم شانتيه يكون تقيل، علشان الجيلي بتاعي ما ينزلش كله على الكيك لما اصبه. زي ما انتم شايفين السمك بتاعي اهو، شايفين تقيل ازاي؟ انا عايزاه يكون تقيل كده بالظبط. بعد ما الكيكه بتاعتي طلعت من الفرن وبردت كويس قوي، هعمل ايه بقى؟ هجيب كوبايتين من اللبن الحليب البارد، وهبدا ان انا اشرب الكيكه بتاعتي. الخطوه دي مهمه طبعا يا جماعه، عشان الكيك تطلع طريه وتطلع جوسي. لما اكلها كده بيبقى الحليب ده التشريبه دي بتخليها جميله جدا. هتشرب طبعا كوبايتين حليب اللي انا حطيتهم كلهم، وهبدا بقى اوزع الكريمه بتاعتي على الكيكه.
مهم جدا ان انا اوزع الكريمه حلو جدا على الكيكه، ما اسيبش اي فراغ باين من الكيكه خالص خالص، في الجناب كويس قوي وفي كل حته، علشان الجيلي بيبقى سائل. لو اي مكان باين من الكيكه من طبقه الكريمه ديت، الجيلي على طول هيسرسب عليها وهينزل وهيشرب الكيكه كلها، تشرب بالجيلي، وللاسف الشديد مش هتطلع حلوه، هتبوظ معايا. فانا ايه، بعد ما هسوي الكيكه كويس قوي هحطها في الفريزر من 20-30 دقيقه علشان طبقه الكريمه دي تمسك نفسها. هعمل الجيلي بقى، باكت من الجيلي، واحط عليه كوبايه ميه سخنه بتغلي من الكاتل، وهقلب الجيلي ده كويس قوي قوي، واتاكد ان كل حبيبات الجيلي دابت معايا. خطوه مهمه جدا. اتاكد كده، امسك الطبق وابص كويس في قعر الطبق واتاكد مفيش اي حبيبات جيلي ما دابتش، دابت كويس جدا. هجيب بقى كوبايه من الميه المثلجه واحطها على الجيلي، لان انا عايزه الجيلي يكون بارد. طبعا لان الجيلي حتى لو دافي بسيط وكبيته على الكريمه، للاسف الشديد الكريمه كلها بتاعتي هتسيح وهتبهدل الدنيا خالص. فانا عايزه بقى الجيلي بتاعي يكون بارد مش ساقع، يكون بارد، علشان لما اصبه على طبقه الكريمه اللي انا طبعا قبل كده حطاها في الفريزر، فهتكون جامده. مش هتكون جامده، هتكون بارده كويس قوي، علشان لما احط الجيلي عليها تفضل هي بارده والجيلي كمان بارد، فهي ايه، هيتماسكوا مع بعض على طول. صبينا اهوت على ظهر معلقه بالراحه خالص، وطبعا ايه، الطبقات اللي تحت متظبطين معايا اهو، حطيت الجيلي فوقها. تمام. هدخل بقى التلاجة من 4 ل5 ساعات، ويستحسن ان اعملها بالليل واكلها الصبح، تبات ليله في التلاجة. طبقات زي ما احنا شايفين، كل طبقه مستقله بذاتها، مفروده حلو جدا، تحفه تحفه تحفه. لو اتبعنا الخطوات اللي انا قلتها بالظبط في الكيك، الطريقه اللي انا قلتها بالظبط، هتطلع بجد يا جماعه روعه. نخلي بالنا من كل الخطوات والتركات اللي انا قلتها، وهي هتطلع مظبوطه من اول مره. شايفين الكيكه بتطلع معايا بكل سهوله، قطعه واحده متماسكه، الكريمه ماسكه نفسها، الجيلي ماسك نفسه. الكيكه طعمها بجد يا جماعه خرافه، رهيبه اصلا من غير اي حاجه. انا متاكده انها تعجبكم جدا جدا لو جربتوها. ندوق بقى مع بعض. كميه بقى من اللذاذه والبروده في الحر اللي احنا فيه ده، لذيذه جدا جدا. قطعه الكيكه بتطلع بتتنسف، الصينيه اصلا كلها بتخلص في يوم يعني. اتمنى بجد تجربوا الطريقه دي، واتمنى تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.